غلط بسيط جدا بتعمله ممكن يقلب حياتك حرفيا وبيخليك تتأذي وتكون السبب في أذى عيلتك كلها. فخلي بالك. أبطالي وبطلاتي، هلا والله. قصتنا النهاردة مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنها بكل سهولة ممكن تحصل مع أي حد مننا. بذمتك انت كل مرة بتدخل الحمام بتستعيذ فيها بالله من الخبث والخبائث؟ انا عارف انك كتير بتقول، ولكن كتير برضه بتنسى. وكمان اوقات بنغني في الحمام وبنتكلم كتير رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كده. المشكلة ان الحاجات اللي تبان قدامكم انها بسيطة دي هي السبب في قصة النهاردة اللي وارد تحصل لنا احنا كمان لو ما خدناش بالنا. فخلوا بالكم وبسم الله نبدأ القصة. قصتنا حصلت مع شاب اسمه نور وعمره 16 سنة. نور شاب نقدر نقول عليه انا وانتو كده ان هو متهور، والكلام ده بشهادته هو، بمعنى انه بيشوف الممنوع فين ويروح يعمله. يا ابني ما تروحش الحتة الفلانية يروح، يا ابني ما تاكلش بايدك الشمال ياكل بيها، يا ابني ما تتكلمش في الحمام بقولك يتكلم. لا ومش بس بيتكلم، ده بيشغل اغاني جوه ويغني معاها. فهي حياته كانت دايما كده لحد ما جه اليوم اللي حياته بتتقلب فيه. في ليلة نور كان بيستحمى وكان واخد التليفون معاه الحمام كالعادة، وبدأ يشغل أغاني عليه ويغني معاها وهو جوه. فوالدته وهي بره بقت عمالة تقول له يا ابني اطفي الأغاني، حرام كده يا ابني غلط عليك. وهو عمال يقول لها مالكيش دعوة، هو أنا اللي هتأذى ولا انتي؟ أمه حاولت معاه كتير ولكنه أبدا مش راضي يسمع الكلام. فسكتت من الزهق ونور كمل، ولكن مفيش دقيقتين وسمعت خبطة شديدة جدا في الحمام. فنادت بسرعة على نور ابنها وقالت له يا نور انت كويس؟ ولكن نور مفيش منه اي رد. ولا يا نور ما بتردش ليه، انت كويس؟ برضه نور ما بيردش. فقامت وبدأت تقرب من الحمام، ووقتها لاحظت حاجة خلتها تصرخ وهي مفزوعة. لقت ايد نور ابنها طالعة من تحت الحمام ومشدودة، وكانت مفرودة جامد وكأنه بيستغيث بيها. فجريت بسرعة وهي بتصرخ ونادت على اخوه اللي متجوز في الشقة اللي فوقيهم. اخوه وقتها نزل مفزوع، ولما شافه بدأ يزق الباب بالراحة لأن نور كان مرمي وراه، وبسرعة سطر جسمه بالروب علشان يطلعه من الحمام. نور وقتها كان مفتح عينه بس ساكت، وكان مبرق بشكل غريب كده. ففضلت امه واخوه يسألوه وقتها مالك يا نور، ولكنه ما بيردش. وفجأة وهو قاعد قدامهم بدأ يترعش جامد لوحده. حاولوا يمسكوه ويفوقوه ولكنه ما بيفوقش، وبعدها غمض عينه. امه واخوه ينادوله ولكنه برضه ما بيردش. الام قالت لابنها احنا لازم نوديه المستشفى دلوقتي، ولكنه قال لها ما اعتقدش انه في حاجة لانه بيتنفس كويس، هو بس ممكن يكون مرهق. فقالت له يا ابني طب والرعشة دي؟ قال لها يا امي ممكن تكون شوية سخونية، المهم ما تقلقيش وسيبيه بس يريح شوية ونشوف بعدها القدر مخبلنا ايه. وبالفعل الام سمعت الكلام وقعدت جنب ابنها نور. والاخ الكبير استأذن والدته انه يطلع شوية بره وهيرجع. ويعدي الوقت ونور مش عايز يصحى وامه جنبه حزينة. ولكن فجأة نور يرجع يترعش تاني بقوة وكأن عنده تشنجات. فالأم كانت لوحدها ومش عارفة تعمل ايه، فجريت بسرعة عليه وكانت بتحاول تمسك ايده علشان ما يأذيش نفسه. ولكن فجأة وقتها نور فتح عينه وبصلها. وقتها الأم وهي بصة لعينه اتصدمت، لأن العين دي ما كانتش أبدا عين نور. العين كلها اسود بشكل مرعب، وكأن العين اتشالت واتحط مكانها حبر اسود. فالأم من الصدمة بدأت ايديها تسيب ايده، وكانت بتحاول تقوم من جنبه بالراحة وهي خايفة. ولكن وقتها مسكها من رقبتها جامد وبدأ يخنقها. ايده كانت قوية جدا لدرجة انه شايل امه بايد واحدة. الام وقتها كانت بتصرخ وبتحاول تعمل اي حاجة ولكنها ما كانتش عارفة، وكانت حاسة وقتها ان روحها سابت جسمها وماشية، والدنيا بدأت تسود خلاص في عينيها وبتموت. ولكن فجأة
باب البيت بيتفتح ويدخل اخو نور واللي بالمناسبة اسمه عمرو، ويقول اتفضل يا شيخ. ما كانش شايف وقتها اللي بيحصل في امه، ولكن اول ما شافه جري بسرعة يضرب في نور ويشتمه ويقول له يسيب والدته. وفي نفس اللحظة الشيخ هو كمان بدأ يقرأ قرآن علشان يخليه يسيبها، وبالفعل وقتها سابها وقعت في الأرض وحط إيده على ودنه وبدأ يصرخ، وكان بيقول له خلاص كفاية. ولكن الشيخ ما وقفش لأنه عارف إنه جن مؤذي جدا، وممكن لو وقف يهرب من جسم نور، وساعتها مش هيعرف يمسكه تاني، وهيفضل كل شوية يأذي نور وعيلته. ففضل وقتها الشيخ مكمل في قراءة القرآن ونور عمال يصرخ أو الجن اللي فيه، لحد ما بدأت الأم وأخو نور يشموا ريحة وحشة كأنها ريحة شياط. وساعتها نور شال إيديه من على ودنه وفتح عينه، ورجعت وقتها عينيه بقت طبيعية. فالشيخ وقتها حمد ربنا، ولكن نور وقع على الأرض وأغمى عليه. فأهله اتخضوا عليه جامد، ولكن الشيخ طمنهم وقال لهم ده بيحصل عادي بعد حالات المس، شوية كده وهيفوق وهيكون كويس، ولكن لازم يخلي باله، أو كلكم كمان لازم تخلوا بالكم، لأن أهل الجن اللي اتحرق ده هيكونوا عايزين ينتقموا. فخلوا بالكم وحافظوا على قربكم من ربنا، لأنه هو الوحيد اللي هيحفظكم من شرهم. وبالفعل بعد شوية نور فاق وكان قايم مش عارف هو جه هنا ازاي، لأنه آخر حاجة فاكرها إنه كان في الحمام. وأول ما افتكر اللي حصل معاه في الحمام بدأ يبص حواليه برعب، وقال لأمه وهو خايف كان عندك حق. قالت له بتقول كده ليه؟ فبدأ يحكي لها على اللحظة المرعبة اللي شافها. بيقول لها انت كنت عمالة تقولي لي اطفي الأغاني صح؟ قالت له أيوة، ووقتها أنا كنت عمالة أقول لك لأ، هو أنا اللي هتأذي ولا انت؟ مش كده؟ قالت له أيوة. قال لها وقتها وأنا واقف في الحمام ومغمض عيني من الصابون سمعت في ودني صوت بيقول انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ وصرخ في ودني جامد، ووقتها حسيت بخبطة شديدة على دماغي وقعتني على الأرض. فكنت بحاول وقتها أعرفك إن بيغمى عليا، وده لما كنت بمدلك إيدي من تحت الباب، ولكن من بعد اللحظة دي أنا مش فاكر حاجة. فبدأوا يحكوا له وقتها على كل اللي حصل علشان لما يخاف يخلي باله بعد كده. فوقتها ما كانش مصدق ومرعوب، ولكن زي ما ربنا بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نور من بعد الموقف ده وهو بقى شاب ملتزم جدا، بيصلي وبيصوم وبيحافظ على الأذكار، ومفيش خير يقدر يساعد فيه إلا وبيعمله. ولكن انت شفت الموضوع مرعب قد ايه؟ غلطة بسيطة زي دي معظمنا بيعملها كانت هتضيع نور وأمه، لولا فضل ربنا وتصرف عمرو الصح لما ساب والدته وراح يجيب الشيخ. فخلوا بالكم وربنا يحفظنا جميعا. ولحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز أو ملك الليل، في أمان الله.